그대로 루사일의 기적이었습니다. Oh wow, these are some accolades. Accolades. Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Messi down, Messi down, Messi down, Where's Messi? Messi down, down, down. Anybody see Messi? Where is Messi? Where is Messi? ورز المحل. ها؟ ورز المحل. مساء الجمال عليكم. الحلقة الثالثة من تحليل فني سريع غير محايد لماتشات النادي الأهلي. طبعا مبروك الأول طبعا الفوز 2-0، وده اللي هنتكلم فيه بعدين بقى ازاي 2-0 وايه اللي حصل والكلام ده كله. بس طبعا فات في ماتشين اللي فاتوا ما كناش انا من الاهلي، انا كنت ناوي اتكلم عنهم بصراحه، بس تقريبا ما كنتش انا لوحدي او كناش لوحدنا اللي بنتفرج على ماتشات كاس العالم وكنا مشغولين. لا 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 لا، ده كمان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الفرقه المصريه تقريبا كانوا بيتفرجوا معانا على كاس العالم، ما كانوش مهتمين خالص بالفنيات ولا الكوره ولا وعشان كده كانت الماتشات كلها عباره عن يعني انتش واجري وخلص وخلاص. الفنيات ما كانش فيها حاجه نتكلم عنها، مجرد فوز الحمد لله في سواء مباراه الكاس او مباراه الدوري، والحمد لله عدنا على خير. لكن ماتش النهارده بصراحه ما كانش ينفع افوته واعديه من غير ما اتكلم عنه، لان بصراحه انا اتفاجئت حرفيا بجد من مستوى النادي الاهلي، ومش مستوى النادي الاهلي بس. الفكره انا شايف حاجه جديده. ايه هي الحاجه الجديده؟ شايف ان يعني عايز اقول مثلا ان كولر مش ده يبقى عليه بروفيسور وده بيتكلم مع مش عارف ده ايه كوتش وده مش عارف ايه الكلام ده، لكن شايفه ان كولر مدرس قوي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو الف ب في الطبيعي. انا عايز لعيب معين يلعب في المكان ده، يعمل لي 1 2 3 4. هشوف ايه اللي عندي من 55 واحد عندي في القايمه يقدر يعمل 1 2 3 او اكتر بوينت يقدر يعملها واحطه في المكان ده. بيلعب بقى مهاجم، بيلعب ديفنس، كان بيلعب جون، كان ليه في المتفرجين واللي بيشجعوا ونزلوا. المهم ان هو انا ماليش دعوه ده في مركزه ايه قبل كده. انا عايز بلعب بخطه كذا او بلعب بطريقه معينه كذا في الفرقه دي. انا عايز واحد يقف هنا يعمل لي 1 2 3. ده كريم فؤاد. تعال انا في الدفاع عايز والله 1 2 3. انا مش هاممني سرعه، وجهه نظره يعني، بتكلم وجهه نظره يعني. مش انا عايز واحد يستلم ويسلم ويبص وقبل ما يباصي وقبل ما يستلم كوره بطريقه معينه زي ما بيحصل في اوروبا، مش يستلم كده وكوره تنط منك وتباصي وكوره تنط. انا عايز واحد يعمل 2 3 معين. انا عايز اللعيب ده. وعشان كده برضو النهارده انا اتفاجئت قبل التشكيله لما بشوفها وقلت نازل ببيرسي تاو يتحسن في التمرين ولا ايه بالظبط؟ لما نزل بقى كمان ويمكن علق عليها برضو عماد متعب، قال لك احنا فهمنا احنا ليه نازل ببيرسي تاو، عشان عايز في الماتش ده واحد يخترق ما بين الخطوط، مش واحد يستلم ويسلم، مش واحد يلعب بدماغه في عرضيات، مش واحد. لا، انا عايز واحد يجري ما بين الخطوط. طب مين عندي دلوقتي حتى لو مش جاهز 100%، حتى لو لسه ما بدأش كده، عندي بيرسي تاو. انزل يا ابني. طب شادي حسين، لا بيرسي تاو. طب محمد شريف اللي انت بقى عمال تبدأه وتجهزه بالك، لا هو انا عايز واحد يلعب في الحته دي في الخطه دي في الحته دي في الماتش ده، اذا هو بيرسي تاو. فعشان كده بقول لك الراجل ده مدرس، لان هو انا بلعب بخطه معينه وعايز ادوار معينه. في الماتش ده هيجي تعالى خش. انا ما بقى مسجل 50,000 جون قبل كده وممكن ما يلعبش عادي، وواحد مبطل كوره بقاله 4 سنين تعالى يلعب، ماليش دعوه. دي دماغي، وده اللي عاجبني لغايه دلوقتي، انه على الاقل هو محافظ على اللي هو عايز يعمله، بغض النظر هيبقى كويس ولا حلو، بس هو لغايه دلوقتي هو كويس وبيمشي عليه، بغض النظر بقى عن اسامي، عن مستوى، عن يعني لو كريم فؤاد نفسه اللي هو يعتبر نجم الاهلي دلوقتي، يعني لو هيلاعب فرقه ومش محتاج فيها كريم فؤاد عادي يخرج، مش مشكله، عادي بيس جدا، مفيش اي مشاكل جدا خالص يعني. طيب هتقول لي بقى اشمعنى الماتش ده يا ربيع؟ طيب الماتش ده بقى اشمعنى؟ عشان وهاجي اتكلم فيه عن المحله. احنا عارفين وكل الاهلاويه عارفين والمحلويه كمان عارفين، ده سبب مستواهم، ان ماتش الاهلي في المحله مش ماتش سهل، وان الماتش ده من نوادر قوي يعني ان انت في المستوى في الفتره دي، يعني ما كانش بقى ايام زمان، انت تبدا بجون واثنين والكلام ده كله وبتاع، ومعروف الماتش دايما بيبقى معقرب، وماتش بيخلص مش عارف في الدقيقه كام، زي الماتش اللي حصل اللي فات تقريبا او قبلها لما معلول جاب الفاول تقريبا في اخر دقيقه في الماتش. فعشان كده الماتشات دي معروفه كلنا عارفين. طب ايه بقى اللي عمله كولر؟ لا بقى انا مش شارك الكلام
طب هتعمل ايه يا عم؟ انا ماليش دعوه، انا اخر ماتش ليه؟ انا هخش اجيب دلوقتي طب هتعمل هخش دلوقتي؟ انا هخش اجيب دلوقتي، انا هضغط عالي من دلوقتي انا كده وبتاع. طب هضغط عالي انا عندي من هو بيبص الكوره للجون انا هفضل اضغط عالي. اجري بقى هات الكوره ماليش دعوه بقى. هما ما يستلموش كوره علينا وهيلعب الطوليه ناخدها. هيبص على الارض، انا عايزك كل كوره يبصوها بالعرض من مدافع لمدافع تبقى خطره وفرصه ان احنا نجيب جول. وده اللي حصل. ده من اول 3 4 او 5 دقايق مثلا 3 4 كور مثلا اللي هو وهنا وعبد القادر نشتم في عبد القادر ومش عارف هنا ايه. كل ده حصل قبل الجول الاول ما يجي، قبل ما يجيب حتى الجول الاولاني اللي هو احنا فاكرين بيه. لا 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 لا. فطبعا فضلنا نضغط جامد عالي، والبساط اتحسنت قوي عند لعيبه النادي الاهلي. واضح ان الموضوع فيه تركيز عنه من كولر، عشان كده بقى مدرس الراجل ده مركز انه يحفظ قوي. يعني لو انا مش عايز بصه ريسكي كده اي كلام. وده اللي هنرجع فيه لما هاجي اكلمكم عن الشوط الثاني بسرعه على قفشه وازاي قراراته اتحسنت في الباصص عكس لما كان من فتره. يلا هو قفشه بيستلم ويباصي، جت صح جت غلط ويجي علينا هجمه مرتده نلبس ونلاقيه بيجري. بس المهم يعني ان الباصات مظبوطه. الفينش بس هو وطبعا دي فنيات لعيبه مش فنيات، مش حاجه تبع كولر يعني. سواء التاتش الاخير من عبد القادر الحمد لله النهارده فادنا في الكوره اللي كانش عاملها في الاول لبيرسي تاو لما قال له هي ما باص اهو، عملها في الجون الثاني بتاع اللي جابه برونو سافيو وعدت ووصلت لبرونو سافيو وجبنا بيه ايه؟ البرازيل الاسمر جاب بيه الجون الثاني اللي خلص تقريبا على الماتش من وجهه نظري ساعتها يعني. المهم زي ما هم فعلا برضو زي ما احنا كنا بادئين كده، المحله اللي كان سبب ان هم من ضمن الاسباب توقعات من ضمن الاسباب ان هم لعبوا وحش، هم برضو نازلين على سمعه احنا بنلعب الاهلي في المحله، الماتش ده هيبقى صعب جدا ولينا فرصه جامده جدا جدا، فاحنا نلعب لعب مفتوح ونضغط ونلبس الاهلي جون واحد او نقدر نجيب في الاهلي جون ونقف بقى ورا بقى. احنا كده كده الماتش صعب كده كده، حتى لو خرجنا بتعادل احنا 100 100 وزي الفل. وطبعا الكلام ده طبعا ما حصلش. هم اتفقوا بطريقه اسلوب وطريقه لعب النادي الاهلي. هو مش بس بيضغط هلي كده، لا بيضغط وبيباص وبيعمل خطوره من لمستين ثلاثه تلاقي نفسك لعيب النادي الاهلي قدام الجون قدام فرصه خطيره. الجون الاولاني ارضيه طبعا الحمد لله على السلامه يا علولو، ارضيه رهيبه جدا من علول، لمس من عوده التاو الحمد لله، وعمل عوده التاو عمل النومه بتاعته الاحتفال بتاعه. الجون الاولاني. والجون الثاني زي ما احنا شفناه جه زي من تحرك جامد جدا على القادر وترقيصه ولعبه على طول، ترقيصه ولعبه من غير ما نعمل الفزلكه بتاعت ترقيصه وترقيصه 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 وترقيصه. لا الحمد لله عمل مره ترقيصه ولعبه جت جول. وهو لو عمل الكلام ده 4 5 مرات في الماتش هنجيب 3 4 اجوان من لعيب واحد بس. انا ما بتكلمش بقى على كريم فؤاد من الناحيه الثانيه ولا نص الملعب ولا برونو سافيو ولا السوليه، لا الكلام بس على لعيب واحد بس. لو ركز ان هو يظبط الفينش بتاعه وازاي امتى يرقص ويرقص قد ايه وامتى يباصي، ده لوحده ممكن يكون سبب من ان احنا نجيب جولين 3 في الماتش في اي ماتش عامه يعني. فالحمد لله خلص الشوط الاول على كده. وكان خلص الشوط الاول على كده كانت بالنسبه للكولر ولاعيبه النادي الاهلي احنا خلصنا الماتش، احنا جينا خلصنا اللي احنا عايزينه. طب هنعمل ايه؟ هنفضل ضاغطين برده عالي من اول الشوط الثاني زي ما عملنا في الشوط الاولاني؟ لا مش هنعمل كده. ليه؟ لان لسه الماتش طويل واي جون منهم بدري في اي وقت في الشوط الثاني هيسخن الدنيا والكلام ده كله وبتاع، واحنا اصلا مش في غنى عن الكلام ده كله. عشان ما ناخدش من وقته كتير ولا ناخد، لا مش برضه عشان ما ناخدش من وقته كتير. المهم يعني ان الشوط الثاني برضه الاهلي مستواه ما نزلش، لا ده الاهلي هو اللي لعب بطريقته اللي كان عايزها في الشوط الثاني. ولو هتعرف تقول لي يا ربيع طب ازاي مستوى، شوف اخر 5 دقايق من الشوط الثاني الاهلي كان بيضغط عالي على لعيبه المحله ازاي. دي لعيبه ما هبطتش، دي لعيبه بتنفذ تعليمات المدير الفني ان احنا في الشوط الثاني هينزلوا المدافعين هنسيب لهم الكوره شويه واحنا على قد ما نقدر هنقدر نعمل عليهم الكونتر اتاك. احنا كسبانين 2 مش محتاجين نتعافى ونخسر بدني في ملعب زي ده ارضيته برده مش احسن حاجه ونضيع ونرجعهم للجيم لو لبسنا جون او 2 او غلطه من الشناوي مثلا زي ما يحصل النهارده او كده. والحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ على النتيجه وكان ممكن نجيب اكتر. المستوى الثاني زي ما احنا قلنا المستوى الثاني زي الاولاني بس. وقدرت تنزل شادي حسين ما عملش حاجه، وقدرت تنزل محمد شريف شويه وحسين الشحات يرجع من الغيبوبه
وقفشه تغيير الحلو جدا في الشوط الثاني، بس اللعيبه اللي جنبه ما كانتش فايقه قوي، مساعداه قوي انها تستغل تحركاته ولمساته وبساطه بس. وكانت يعتبر هو ده خلاصه التكتيكات او التكتيك الفني في الماتش بخصوص الاهلي والمحله، وازاي 2-0 هو اللي حصل في الشوط الاول والشوط الثاني. فوز طبعا مهم جدا جدا جدا. طيب يا ربيع، هل بس تكتيك كولر هو كان السبب؟ لا، في سبب تاني، والسبب التاني ده محيرني جدا قوي. الجمهور مش فاهم، يعني انا مش فاهم. يعني انا بالنسبه نادي استاد المحله مش كبير، فاهمين ده، بس برضه استاد السلام مش استاد القاهره، يعني برضه مش كبير. فرق في الجمهور ده ازاي؟ يعني انا مش قادر اصدق لغايه دلوقتي، هل ممكن فعلا احنا في القاهره مش عارفين نكمل جمهورنا؟ هتبقى كارثه. يعني الحوار مش تذكرتي بس وان هم ليميتد وبتاع، مش معنى محل ده. في المحله يعني، ده احنا يعني، ده انا عايز لو نص اللي جم في المحله دول بيجوا في كل ماتشات النادي الاهلي في القاهره، يبقى نروح نلعب في المحله احسن. بالمنظر ده نروح نلعب في المحله احسن، او نلعب في اسكندريه. ماتشين بتوع الماتشات بتاع اسكندريه تبقى مليانه من جمهور اهلي. جمهور اهلي يا رجاله انتوا فين؟ مش بتروحوا القاهره ليه؟ خير في حاجه ولا ايه يعني؟ نعرف يعني. ولو في مشاكل حاولوا توصلوا للناس قريبه منكم السوشيال ميديا قد كده، قريه صغيره يعني، عرفونا المشكله فين يعني. هل المشكله في 900 دعوه بس اللي بيروحوا للنادي الاهلي هم دول اللي عاملين ال 5000 باينين ان هم احنا ما بنكملش 1000 2000 يعني يا رجاله؟ مش حوار دعوات الاهلي، عايزين نعرف السبب فين بالظبط يعني. لا يعني، لا يعني جمهور الاهلي لازم بجد الموجود في القاهره يدعم النادي الاهلي بشكل اكتر من كده، اتصرفوا يا جماعه، وصلوا صوتكم باي طريقه، عرفونا المشكله فين. بس احنا عايزين جمهور الاهلي يكون موجود في كل ماتش، زي ما شفنا النهارده في ماتش المحله اللي بره، اللي هو ماتش من اصعب ماتشات الاهلي النهارده. الجمهور انا كنت سامع المعلم من جمهور الاهلي، نفسي كل مره ما اتفرج على الماتش كده ابقى مش سامع جمهور الاهلي، جمهور فرقتي، زي ما النهارده ما كنتش سامع ما كنتش سامع المعلم من الجمهور. فدي حاجه لازم نركز فيها. اخيرا مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم جدا 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 في مشوارنا في الدوري اللي هو لسه بدري عليه، بس مهم جدا. فوز ضغط تفضل كده على المنافس كده كده، واحده واحده كده، يبدا يسقط نقط وانت تفضل ماشي زي القطر كده ان شاء الله باذن الله. لسه بدري بس تفضل ماشي زي القطر ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا مسافر بكره، راح احضر ماتش البرازيل، ما وصلتوش لحد بقى، ماتش البرازيل وكرواتيا وفرنسا وانجلترا في كاس العالم. ان شاء الله هحاول اعمل لكم فلوج من هناك، بس ما حدش يقول لحد. ان شاء الله هحاول اعمل فلوج، يا الله اعلم. بس انا عايز اروح اتبسط بصراحه، مش بفكر في الفلوج والكلام ده كله وان انا اصور، بس انا عايز اروح اتبسط يعني. فدعواتكم ان شاء الله. شكرا على وقتكم، وشكرا كل واحد فضل قاعد مستني لغايه دلوقتي، تقريبا هو الوحيد اللي هيبقى عارف ان انا مسافر قطر. تمام. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي في تحليل فني سريع غير محايد للنادي الاهلي. سلام.